كان على وقت نبي الله سليمان عليه السلام الناس يعتقدون إن الجن تعلم الغيب. سبحان الله، يوم من الأيام كان النبي سليمان عليه السلام الجن مسخر له، يعملون أي عمل يبغاه يسوون. جاء يوم من الأيام وجاء نبي الله سليمان فأمرهم بعمل شاق وبدوا يشتغلوا، وجاء على عصاه واتكى عليها. هو في ذي الأثناء جاء ملك الموت وقبض روحه وتوفى وهو على عصاه، وجلس على عصاه سنة كاملة والجن تعمل، الجن شغالة ليل نهار. الجن تتوقع أن النبي الله سليمان عليه السلام أنه حي وأنه يناظرهم وأنه خايفين منه، شغالين الليل والنهار. كان وزيره أو نائبه يجي عنده ويكلمه مع أنه يعرف أنه ميت، بس أنه ما يبغى الجن تفضل له، وسنة كاملة وهم على ذا الحال في عذاب شغالين وهو على عصاه. فقال الله تعالى: فلما قضينا عليها الموت. قال الله تعالى: فلما قضينا عليها الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سئته هي عصاه. الأرض بدأت تأكل العصا، يوم كلتها طاح. هنا عرفت الجن أن نبي الله سليمان عليه السلام توفي، وأن الجن أنها ما تعلم الغيب. سنة كاملة شغالة على أنها حي وأنه يناظرهم وأصلا ميت. هنا أدركوا الناس أن الجن ما تعلم من علم الغيب شيء. وإذا الحين للأسف ألاحظ ناس يقولون فلان مع جن، فلان يدري عن كل شيء. الغيب ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعرف فلان مع جن ولا ما مع جن، لا الجن ولا الإنس، ما يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى.